في مكاننا الجديد اللي الرب اداهولنا. اليوم مش مجرد احتفال، لكن أنا بصدق إن ربنا يكون موجود ومسيطر وسيد على اليوم ويدينا بركة غير عادية. مش مجرد احتفال، مش مجرد فقرات بتتقدم، مش مجرد صلوات، مش مجرد تسبيحات، لكن الله موجود يغير كل المشهد ويغير فكرتنا عن قصة الاحتفال من احتفال أرضي بمكان جديد للعبادة إلى مكان سماوي يكون بيعلن مجد الرب. خلينا ناخد وقت صلاة افتتاحية مع الدكتور هاني حنا. شرفنا وباركنا يا دكتور في علوم الأثر. ما أعظم اسمك سيدنا الرب، بنبارك ونعظمك، قدم قدامك يا رب بالشكر والحمد، بنعلي اسمك ونمجدك يا رب. أشكرك من أجل مكانك الجديد اللي بتبتدي بيه بنعمة وبقوة. بنصلي يا رب من أجل راعي المكان، من أجل المجلس، من أجل الشعب. نصلي من أجل المنطقة يا رب، كل شيرة وكل حارة وبيت، كل مكان يا رب، كل أسرة وعيلة. بنصلي من أجل كلمتك تمتد من خلال المكان وشعب المكان أيها السيد القدير. نصلي من أجل امتداد ملكوتك، لأجل صراحك برك يا رب فينا وفي الجميع من خلالنا، في اسم يسوع يا رب، في اسم يسوع. بركة ونعمة وقوة يا رب على كل نفس تدخل المكان وكل نفس يطلع لها كارز من المكان. بنصلي لأجل كل عضو في المكان هنا يا رب، خدمته وأسرته وكل تفاصيل حياته يا رب، في اسم يسوع. افتقاد ونعمة، بتسجيد، بتعضيد، بتسييج، بقيادة، بفيضان، بامتلاك بروحك القدوس يا رب في حياة الكل ومن خلال الكل. بنصلي يا أبانا شاكرين واثقين إنك تستجيب في اسم المسيح، ولك كل المجد. آمين آمين. خلينا نفرح بالرب وخلينا ناخد ترنيمتين مع أخونا الأخ سليمان نعمان. مساء البركة. احتفال عظيم، الاحتفال حلو. المجد المجد. أصلي إن الوقت ما يكونش فقط تدشين لمكان، على قد ما يكون تدشين للقلوب. إن الرب لما جه أسس هيكل، عارفين الهيكل بتاعه مين؟ أنا وحضرتك وحضرتك. ده الهيكل اللي الرب عايز يسكن فيه. بنبارك الرب جدا من أجل المكان، وأصلي إن الوقت اللي جاي يكون مليان بالبركة ويكون إعلان حي لحضور الله في وسطينا. تقولوا أمين؟ سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. يلا نقول مع بعض. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي. مرة كمان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. يشهد عنك أمجادك ماضي وحاضر، مجدك في الأجواء، حتى تاريخ الأرض
صوتك يملى القلب. قولوها معانا. صوتك حرك ايد الموت وادى العذر وخرج الموت يصوت. صوتك يملى القلب. سلطانك أعظم سلطان. اسمك أعظم اسم كمان. يشهد عنك كل كيان. أزلي وأبدي انت يسوع رب الأرباب. ترضى تكون في صورة إنسان. رب لمجد الله الآب. عمانوئيل أعظم أعلان. انت يسوع رب الأرباب. ترضى تكون رب لمجد الله الآب. عمانوئيل أعظم سلطانك أعظم سلطان. اسمك أعظم اسم كمان. يشهد عنك كل أبدي وأزلي. آخر مرة مع بعض. سلطانك أبدي وأزلي وجاي وكان. يا موت الأغاني في ليل يوم. يا موت الأغاني في ليل وأحزاني. يا ضامن يسوع راعيا. يا ضامن سلامي. يا يسوع راعيا. تارك كل أمور لديك. جاي ناقشني على كفيك. تارك كل أمور لديك. انت سلامي وانا كلامي. انت سلامي وانا في الامي. وانا في الدين شايفاني عليك. يا موت الاغاني في ليلي واحزاني. يا موت يا ضامن سلامي. يا يسوع راعيا. يا ضامن ورافع ايدي بسلم ليك. دفة عمري. يلا ارفع ايدك. رافع ايدي بسلم
يسوع راعيا يا ضامن سلامي يا يسوع راعيا. امين. سليمان لما دشن الهيكل، الكلام ده موجود في ملوك الأول صح 8. في آية قوية جدا موجودة، الآية رقم 29، حابب أقراها مع حضراتكم. ملوك الأول 8:29. وكانت دعوة موجودة من قلبه للرب، قال كده: لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت أن اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع. فعايز أقول تاني، مش مجرد صلاة، مش مجرد احتفال، مش مجرد تدشين، لكن هي دعوة لله يكون موجود فينا، وقبل ما يكون موجود فينا وفي المكان يكون موجود في تحركاتنا، ويكون بيعمل معانا حسب قصده الوقت اللي جاي. حد يقول امين؟ امين. خلينا ناخد الوقت اللي جاي قرايه كتابيه مع جناب القسيس يوسف النجار، اخويا وحبيبي وغالي عليا، وجاي من المنيا مخصوص يشاركنا فرحتنا. اتفضل يا قسيس. مساء الخير. ببارك للرب اللي فيكم، ربنا يستخدمكم الوقت اللي جاي ببركه. ببارك لكل الشعب، مبروك عليكم. بس ليا رجاء صغير، معلش استحملوني. الترانيم ممكن يكون عملها البشر، والوعظ بيضيف عليه البشر، إلا قراية الكتاب. الكلمة المقدسة كتبها رجال الله القديسين مسوقين من الروح، إذن الله مباشر هو الذي يتكلم. فبعد إذنكم في قراية الكتاب بالذات، في قراية الإنجيل بعد إذنكم دربوا أولادنا يكونوا في قراية الإنجيل هديه. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في سفر ملوك الأول أصحاح 8 والأعداد الأولى. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤساء الأسباط، رؤساء الآباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في الشهر أيثيدايم هو الشهر السابع. وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل الكهنة التابوت، وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع من جميع آنية القدس التي في الخيمة، فأصعدها الكهنة واللاويين. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكان محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين، لأن الكروبين بسط أجنحتهما على موضع التابوت. وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، وجذبوا العصي فتراءت رؤساء العصي من القدس أمام المحراب، ولم ترى خارجا، وهي هناك إلى هذا اليوم. لم يكن في التابوت إلا لوحي الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطيع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب. ليه؟ لأن مجد الرب
ملأ بيت الرب. حينئذ تكلم سليمان قال الرب إنه يسكن في الضباب، إني قد بنيت لك بيت سكنى مكانا لسكناك إلى الأبد. وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل، وكل جمهور إسرائيل واقف، وقال مبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه إلى داود أبي وأكمل بيديه قائلا منذ يوم أخرجت شعب إسرائيل من مصر لم أختار مدينة من جميع أسباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك، بل إنما اخترت داود ليكون على شعب إسرائيل. وكان في قلب داود أبي يبني بيتا لاسم الرب إله إسرائيل. فقال الرب لداود أبي من أجل إنه كان في قلبك أن تبني بيتا لاسمي قد أحسنت بكونه في قلبك، إلا إنك أنت لا تبني البيت، بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي. وأقام الرب كلامه الذي تكلم به، وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لأجل الرب إله إسرائيل، وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قضاه مع آبائنا عند إخراجه إياهم من أرض مصر. اتفضلوا ارتاحوا، ربنا يبارك له القناة. مرة تاني ببارك لكم على المكان الجديد، ربنا يجعله استخدام وفي مسحة مجد الرب لخلاص النفوس. لله كل حياتنا عايشينها للي فدانا، نستنى يجيب نوره يملانا، والايام كلها هو معانا، والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري ونوري بالمصابيح، والبسي عالساحات. مرة كمان يا كنيسة، يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري ونوري بالمصابيح، والبسي عالسحاب جاي لينا، والمسيح عالسحاب. أرضنا في أواخر الأيام بتخبر قبل الكلام، والمكتوب نوره يكشف الظلام، والمسيح قلبي ما خب علينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري ونوري بالمصابيح، والبسي عالساحات. يا كنيسة، يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري ونوري بالمصابيح، والبسي بالفرح، والمسيح عالسحاب جاي لينا، والمسيح الدموع هو بإيده هيمسحها، والأجساد نورانية نلبسها، والأكاليل قدام عرشه نطرحها، والمسيح مجده هيملى. مرة كمان الدموع
السماء والأكاليل قدام عرشه، والمسيح مجده يملى علينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، اسهري المصابيح والبسي بالفرح عالسحاب جاي لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري ونوري بالمصابيح والبسي بالفرح وبالتسبيح والمسيح والمسيح. مين يقول معايا؟ بنعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم، والغربة لسه ما بتشوقنا، والمسيح هو مرة كمان بنعيش له وقلوبنا في السماء، والغربة لسه ما بتشوقنا، والمسيح هو كل ما لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري ونوري بالمصابيح والبسي بالفرح وبالتسبيح والمسيح عالسحاب جاي. يا كنيسة واسهري نوري والبسي بالفرح وبالتسبيح والمسيح جاي لينا، والمسيح عالسحاب جاي لينا. امين. ترنم 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 ليسوع أعظم إله، ترنم 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 مجده بيملى. مرة كمان بس لوحديكم. ترنم ترنم ملكوت
اخويا الكبير وحبيبي وغالي عليا جناب القسيس رئيس امير راعي كنيسه النعمه الرسوليه من بابا. نصلي باسم يسوع ربنا يديله قرايه كتابيه، وهو يعني موهوب في الشعر، فانا هسيب الفقره بتاعت الشعر حسب ما قلبه يقول له. اتفضل. كنيسة النعمة الرسولية كنيستي على قلبي وغالية علي، مليانة بالمواهب الروحية وكمان بالحياة العملية. حميها رب البشرية من كل سوء وأذية. واليوم في الحفلة دي وفي الجلسة البهية القس سامح عيد، والرب حقق بيك المواعيد بافتتاح مكان جديد، ويا رب زيد وزيد. واحنا اليوم في عيد بالفرح والاناشيد. يلا يا اخوات سمعونا احلى زغاريد. واليوم يوم اكيد بالفرح والتمجيد، ورب هيدينا اماكن جديد وجديد، وكل يوم بالمجد علينا يزيد. امين. فعلا قناة السمير الصالح من ضمن القنوات المميزة. أنا سجلت في أكتر من قناة، وكنت بعد برنامج وبذيع على إحدى القنوات غير السمير الصالح، وشاركت في تصوير كتير على قناة واثنين وثلاثة وأربعة. بس بحق وبشهد شهادة حق من على منبر الله إن قناة السمير الصالح من أفضل القنوات اللي أنا اتعاملت معاهم. ناس شغالة فعلا بقلب وبإيمان، حقيقي بيعضدونا بالصلاة قبل حاجات تانية كتير جدا بيعملوها مش عايز اتكلم عنها على المنبر، لكن ناس غالية جدا على قلب الرب وبيعملوا فعلا عمل الرب. نفسي احييهم تحية كبيرة. مشرفني اخويا وحبيبي الغالي عليا جناب القسيس عماد عبد المسيح، عضو اللجنة التنفيذية وسكرتير مجمع كنائس النعمة الرسولية، اللي بيشرفني وجوده وحضوره. اصلي باسم يسوع ربنا يديله كلمه تامليه. اتفضل يا سيدي. عاوز اكون بتكلم معاكم في بعض الكلمات البسيطه. واولا بشكر ربنا من اجل المكان، في اسم الرب يسوع يكون مكان مثمر لشعب الرب في المنطقه، ويكون في عمل رائع لمجد الله. عاوز اكون بحكي معاكم في شيء مهم جدا عن فكرة الكنيسة. الكنيسة في الكتاب المقدس بيقول عنها كده أنها جسد المسيح. يقول في أفسس 1:22 آية مشهورة: وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء. لمين يا أحبة؟ للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. هقف معاكم وقفة صغيرة، ركزوا معايا إنه الكنيسة هي جسد المسيح. لو الآية اتقالت إنه جسد المسيح ووقف، يبقى سهل جدا يستخدمها زي ما هو عايز بالطريقة اللي تحلاله، وهي ملهاش رأي. لكن بيقول هذه العبارة: ملء الذي يملأ الكل في الكل. قولوا معايا كده: ملء الذي يملأ الكل في الكل. طب انا صوتي رايح، انتوا اخباركم ايه؟ قولوا هللويا. طب يلا قولوا معايا الآية: ملء الذي يملأ الكل في الكل. فشعب الرب ممتلئين بروح الله القدوس، فهو شعب ممتلئ. ولما اقول شعب ممتلئ، الملء مش مرتبط بالفكرة اللي هي كوباية فيها مية. فالكوباية اللي فيها مية
المية مجسمة جوه الكوباية بالشكل وانتهى، لكن ده بيقول ملء الذي يملأ الكل، والكل ده مملوء. قولوا معايا في الكل، يعني الكنيسة من بره ومن جوه ممتلئة بعمل الروح القدس. ومدام الكنيسة ممتلئة بعمل الروح القدس يبقى التحركات بتاعتها تحركات عادية ولا فوق العادي؟ فوق العادي. تحركات عادية وطبيعية ولا فوق الطبيعي؟ فوق الطبيعي. علشان كده الكنيسة كونها جسد المسيح الممتلئة بكل ملء الله هي كنيسة مستخدمة بقوة الروح القدس، وكنيسة لها قوتها وسلطانها وكلمتها. انا هقول الثلاث كلمات دول مش هطول. الكنيسة ممتلئة بايه يا احبة؟ بسلطان، ممتلئة بقوة، ممتلئة ولها كلمتها. فالكلمة اللي بتقولها في وسط العالم لابد من العالم ان يكون خاضعا لها. عشان كده هقول الآية تاني من الأول: وأخضع كل شيء، وأخضع كل شيء تحت قدميه. كل حاجة تحت رجلين المسيح. قول هللويا. طيب كل اللي تحت رجلين المسيح ده حطه فين؟ حطه لمين؟ عملوا ازاي؟ اسمع: وإياه جعل رأسا فوق كل شيء. هو فوق كل حاجة، هو الرأس. من يقول امين؟ قال لك كل ده بقى لمين يا احبة؟ للكنيسة. اذا الكنيسة رأسا ام ذنبا؟ لا اسمعها، الكنيسة رأسا ام ذنبا؟ فالكنيسة لابد ان تتحرك بكامل القوة والسلطان، وتعرف ان لها كلمة فعالة في وسط هذا العالم. اللي معايا يقول هللويا، واللي مدرك للي بقوله يقول مجدا للرب. علشان كده يا كنيسة، سواء كانت كنيسة محلية او الكنيسة العامة، انا بقول لك يا كنيسة امشي وارفعي راسك لفوق، لان لك اله موجود. هذا الاله يستطيع ان يتحرك معاك التحرك الكامل والقوي ويفعل كل كلمة تقوليها. فالكنيسة قادرة ان تقول وان تفعل، ليس عن ذاتها الشخصية، لكن لان كل شيء قد جعل فوق كل شيء. قول معايا: للكنيسة. قول هللويا. يبقى للكنيسة، للكنيسة. ده اللي الرب بيقوله النهارده ليا وليك. حاجة كمان مهمة: الكنيسة ليس فقط جسد المسيح وكل شيء خاضع لها في المسيح، لكن ايضا في بطرس الاولى 2:9، ودي اخر آية هقولها، يقول كده: واما انتم اعرف مكانتك ايها المؤمن وسط كنيسة الله. فانت مستواك ليس مستوى قليل، لكن المستوى بتاعك مستوى عالي جدا. فبداية هذا العمل الله بيقول لك: واما انتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي. قول معايا: أمة مقدسة. حي الرب النهارده. أمة مقدسة، أمة مقدسة، شعب مميز، شعب اقتناء، مقاوة. يعني الله منقيك على الفرازة، مفيش زيك واحد تاني. علشان كده لو اجتمعت جيوش العالم كله ضدك، اعرف انك مميز، وان راسك مرفوعة، وان انتصار الرب على حياتك عظيم. وده اللي اختبره بولس لما قال: يعظم انتصارنا بالذي احبنا.
شعب اقتناء. طب اعمل ايه؟ قال لك عندك دعوة سامية وعالية جدا، عندك عمل رائع. ايه هو؟ يقول كده لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. دور الكنيسة وشعب الله يتكلم عن مين يا أحبة؟ عن يسوع. أكتر حاجة بتحكي بيها نفسك، ظروفك، احتياجاتك، اركنهم على جنب النهاردة. أنا هقول لك المفتاح، اشغل بالك واتكلم عن يسوع. يسوع هيحكي عنك ويتكلم عنك. مين يقول امين النهارده؟ ما حاجه من الاثنين، لا تشيل لا تشيل. يلا قول معايا، لا تشيل. في الحاله هتشيل برضه. لا تشيل شيلتك، لا تشيل شيلته. انا اخف، شيلتك حملك ولا حمله؟ حملك تقيل بعيد عنك. حملك ايه؟ تقيل، لكن حمله ايه؟ خفيف. فهتشيل. احملي نيري عليكم، نيري هين وحمله ايه؟ خفيف. عشان كده يقول اذهبوا الى العالم اجمع، اكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. الله بيقول للكنيسه انت كنيسه مميزه، لك ان تخبري بفضائل الذي دعاك، لك ان تذهبي للعالم وتكرزي وتخدمي، عشان انت مميزه وانت شعب اقتناء. واخر حاجه اياه جعل راسا فوق كل شيء مين؟ للكنيسه. خلينا نغمض عينينا ونصلي. غمض عينك وصلي، ارفع قلبك قدام ربنا، قول بعظمك، لان احنا لينا امتياز ان نكون من ضمن شعبك. امتياز يا رب ان نكون اولاد ليك. انا بصلي في اسم جلالك ما تسمحش الكلمات تخرج ويكون لها تأثير قليل، لكن اعطني الكلمة ان تأتي بالتأثير الفعال، وان يكون لها قوة للعمل في حياتنا. بركة للكنيسة هنا، بركة لعملك فيها، وانا واثق ان بدأ عمل صالح سيكمل، ولك كل المجد. امين. امين. الوقت اللي جاي هنسمع كلمة الرب وصلاة تدشينية لمكان الرب بحضور وعلى فم جناب القسيس ايمن لويز الرئيس العام لمجمع كنائس النعمة الرسولية بمصر. يعطي الرب نعمة للمجمع تتوافر فيه الامكانيات، ويدعم كنائسه وخدامه بقوة. نحن في مرحلة بناء وتأسيس، نجتاز ظروف كثيرة صعبة، لكن دايما عندنا ثقة ووعود من الرب. وده ياخدنا للإصحاح 8 من سفر الملوك اللي قريناه، اللي هو بيتكلم عن تدشين الهيكل اللي كتبوا الكتاب. الإصحاح 8 ده مهم جدا، بس ما ينفعش يتقري أبدا في معزل عن العهد الجديد. دي نقطة مهمة جدا. الإصحاح ده بينقسم ل3 أجزاء. أول جزء لغاية عدد 22 بيتكلم عن تذكير الرب بالوعد. احنا وعدناك وانت وعدتنا، واحنا الاثنين بتمم الوعد النهارده. احنا طلبنا نبني بيت وانت قلت هديكوا تبنوا بيت، ودينا بنبني البيت. الجزء الاول من الاصحاح الوعد وتتميم الرؤيا، واكيد القسيس سامح كان واخد وعد وتتميم رؤيا. من عدد 22 لعدد 61، وده المهم، انا مش عايز اطول كتير عشان الجو وما تزهقوش مني. انا عارف انا مش جذاب قوي في طريقه العرض، لكن من عدد 22 لعدد 61 صلاه التدشين. ودي المسؤوليه الكبيره المطالب بها جناب القسيس مع شعبه. أنتم يا شعب أشكركم على مجيئكم اليوم، هنيئا لكم هذا المكان، وهنيئا لكم حضرة القسيس.
من كل قلبي احييكم ونحيي انفسنا. بس عليكم مسؤوليه، مش بس تاخدوا كلمات التشجيع، اللي جاي انكم تخدموا، وكل واحد منكم يبقى القسيس سامي. عليكم مسؤوليه ربح النفوس، ويكتظ عدد المؤمنين في الشارع. لم يكن يتسع للمسيح قاعة بأيامه، كان يعمل زيارات في البيوت، ولكن كانت خدمته الحقيقية إما على شاطئ البحر أو النهر أو في الجبل، حيث الفضاء والمكان المتسع. أمين. لتكون الساحة الخارجية والشوارع هي كنيسة الغد بالنسبة لنا، ونحن نحمل رسالة الرجاء ورسالة الخلاص التي بحق العالم يحتاجها اليوم. ربنا يبارككم جميعا. نأتي للجزء الأخير في كلمتي. لا يمكن نقرأ إصحاح 8 من سفر الملوك الأول بمعزل عن العهد الجديد. ليه؟ أصل العهد الجديد جاب تغيير جوهري وجذري في مفهوم بيت ربنا ومفهوم الهيكل ومفهوم المذبح، حيث انتقل الهيكل والمذبح من المبنى للمعنى، وصار المبنى مجرد رمز، أما الهيكل الحقيقي هو الإنسان وقلب الإنسان. قبل ما أترك إصحاح 8 من سفر الملوك الأول، أحب أذكركم جميعا أن داود العظيم هو من امتلك هذا الوعد أولا، وكان اشتياق قلبه أن يبني بيتا للرب، ولكن الرب كان قاسيا عليه شوية. قال له يا داود أنت لا تبني لي هذا البيت، لكن أخلي حد من بيتك ومن ذريتك ينال هذه البركة ومش هحرمها من بيتك. ونتحير كثيرا لماذا حرم الرب أن يبتهج قلب داود بأن يبني له بيتا؟ هل هي الخطية، خطية الزنا وعدم القداسة مع بثشبع؟ أبدا. لقد تاب بدموع كثيرة، وكانت توبة حقيقية. في مزمور 51 بكى وصرخ واغتسل بدموعه. إذن هناك سبب آخر لم يخفيه الكتاب المقدس، بل قالوا لداود، قالوا يا داود أنت سفكت دما كثيرا، ولكون أنك سفكت دما في الحروب وفي أوريا الحس لما حطيته في بداية الصفوف وانت عارف انه هيموت مع سبق الإصرار والترصد، أنت سافك دما، لذلك لا تبني لي بيتا. تجد هذا الكلام في العهد القديم. الله قدوس، ونفس الإنسان عزيزة عليه وعلى قلبه، لذلك قال عزيز في عيني الرب موت أتقيائه. نتذكر هذا. إلهنا إله حياة، وليس إله حروب ولا إله قتل ولا إله موت، إله حياة. في العهد الجديد وفي تحديدا في سفر أعمال الرسل وإصحاح 7 وإصحاح 17 يكلمنا الكتاب أنه لم يعد الله يسكن في مباني مبنية من حجارة أو من طوب. الله القدوس لم يعد يسكن في هياكل مبنية من طوب أو من حجارة. وفي إنجيل مرقس إصحاح 13 ولوقا 21 وهو أمام الهيكل خرج إليه قوم، انظر يا يسوع ما أعظم هذه الأبنية، ما أجمل هذا الهيكل
بما فيه من صور وتماثيل وزخارف. وإذ بالرب يقول لهم أطروا هذا المبنى الضخم الذي استغرق عشرات السنين يبنى وأنتم تنتظرون، سوف لا يترك فيه حجرا على حجر. انتهى عهد الحجارة، ولم أعد أسكن في هياكل من حجارة. وفي كورنثوس الأولى إصحاح 3 وعدد 16 يقول كده: ألا تعلمون إنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ هللويا. هذه هي النقلة الحقيقية التي جاء بها يسوع فوق إدراك الناس وإدراك البشر، أن الرب لم يعد ضيفا في مبنى، بل أصبح الرب رفيقا في القلب، صديقا داخليا يشفي ويقوي ويشجع. أصبح إلهنا لا يسكن في الأبنية، بل يسكن في قلوبنا. ولا نذهب للأماكن التي نسميها مقدسة لنزوره، بل أصبح رفيق لنا، يسير معنا، يقودنا. ننام يسهر عنا، نصحى من النوم يحرسنا في الطريق، مع كل طلعة شمس ينير لنا النور ويهدينا، ومع كل نور قمر في الليل يحرسنا. هللويا. مبارك إلهنا الذي أعلن تجليه في يسوع المسيح. يهوى ظهر في الجسد، تبرر في الروح. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد في يسوع المسيح، والكلمة صار وحل بيننا. ربنا يبارككم. ينهض الكنيسة. من كل قلبي أصلي لكم كل التحية جناب القسيس. مبروك المكان لينا كمجمع، مبروك المكان ليكم، مبروك ليكم القسيس. صلاتنا تستمر لطلب البركة وفرحنا الحقيقي ربح النفوس. خلينا ناخد صلاة مع جناب القسيس جابر شحاتة. نصلي من أجل المكان ده رب يستخدمه استخدام غير عادي. كم حد يقول معايا أمين النهاردة؟ فيكون المكان ده نور لكل حد، ومجد الرب يتعلن في المكان ده بقوة. تعالوا كلنا نصلي من أجل المكان، نصلي من أجل القسيس سامح، نصلي من أجل الخدام اللي موجودين هنا، نصلي إن الرب يستخدم كل مجهود لمجد اسمه. أبونا السماوي نعظمك، نباركك لأنك ذبحت واشتريتنا يا رب. نعظمك من أجل عمل إيديك يا رب، نباركك يا رب لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك يا رب. بنشكرك من أجل هذا المكان يا رب، بنعظمك لأنه إرادتك صالحة يا رب. من أجل هذه المنطقة أنت بتدي كنيسة يا رب مجيدة، مليانة من حضورك، مليانة من مجدك، مليانة يا رب بغنى عمل روحك القدوس يا رب. يا رب بصلي من أجل ابنك القسيس سامح، من أجل شركاء الخدمة هنا يا رب. تعالى بمجدك على المكان، استخدم أخويا واستخدم كل الخدام هنا لمجد اسمك، واعلن اسمك بقوة وبمجد يا رب. يا رب بنتنبأ على هذا المكان يا رب انه يخرج منه نور يا رب يعلن اسمك، ويخرج منه يا رب كلمة مليانة يا رب حياة لكل ميت يا رب. بنتنبأ على هذا المكان يا رب يكون مليان يا رب من مجدك. هنا ناس يا رب تيجي تتلمس من مجدك ومن حضورك يا رب. كلمة الحياة تكون موجودة في هذا المكان يا رب، يستعلن اسمك بقوة في هذا المكان يا رب. يا رب بنصلي ده في اسم يسوع، بنشكرك لأنك استجبت، لأن ليك الكرام والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. أخويا الكبير وحبيبي القسيس جابر شحاتة، عندي مفاجأة حلوة، فقرة جميلة. معانا الدكتور شريف الجوهري، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري ومدير الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي. عايز أقول الأول كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاد الله عليكم وعلى كل إخواتنا المسلمين بكل خير وبكل بركة.
شرف ان انت تكون بتشاركنا حفلتنا، وهو ليه رؤية خاصة من اجل خدمة الكنيسة والمسجد والمؤسسة والجمعية في كل مكان في ارض مصر. خلينا نسمع الكلمة اللي الرب يديها له. مساء الخير عليكم. طبعا اتشرفت النهارده بالدعوه الكريمه من القسيس سامح. طبعا هو اخ عزيز علينا كلنا. كنت قبل كده عملنا ندوه كده خفيفه برضه مع القسيس سامح برضه عن الصحه النفسيه. قعدنا اتكلمنا ان احنا ازاي نخدم الناس. هي القصه عندنا في ايه؟ ان احنا كلنا مجتمع واحد، لازم كلنا نخدم بعض. لو ما عندناش الثقافه بتاعت الخدمه مش هنعرف نعيش مع بعض. كلنا عندنا احتياجات، ربنا خلقنا علشان كل واحد عنده ميزه، ما فيش حد عنده كل حاجه، صح كده؟ كل الناس كل واحد فينا عنده ميزه. لو ادينا كل واحد فينا الميزه بتاعته للتاني يبقى كلنا ما عندناش احتياجات لحد. فان شاء الله ربنا يبارك في المكان ويبارك في حضراتكم، واشوف حضراتكم على خير المره الجايه ان شاء الله. شكرا لكم. خلينا نشوف القسيس حلمي لويز، اخويا وغالي عليا. هو محمل برؤيه صغيره هيشارككم بيها وهيصلي. مبروك عليكم المكان الحلو الجميل كنيسة الله، واشكر رب من أجل المكان، لأن الله كان بيأسس وبيعمل، وإيد الله كان بتأسس في هذا المكان الجديد، وإيد الله كان بتشتغل في القسيس سامح بقوة. كنت كل ما بتصل بيه القسيس يقول لي أنا بصراحة مطحون وتعبان ومش عارف يعني، أقول له ربنا يعينك يعني بجد يعني. لكن اللي بدأ في اسم يسوع هيكمل، اللي جاي أعظم. أمين. اللي جاي أعظم في اسم يسوع. أمين. أمين. خلينا نصلي مع بعض في اسم رب يسوع. إلهنا الصالح، كم قلوبنا تشكرك وتعظم اسمك يا رب. بنشكرك من كل القلب لأجل محبتك ومعيتك لنا وإشرافك علينا، لأننا أتينا في هذا المحفل المقدس أيها رب إلهنا لنعبدك يا رب بقلب طاهر وبشدة. يا رب جايين النهاردة نكرمك لأنك أكرمتنا يا سيد رب، أكرمتنا وقد يا رب اديتنا يا رب كرامة جدا، وعليت يا رب مقامنا في اسم رب يسوع المسيح. بنشكرك قد يا رب في الفترة اللي فاتت، لأن كنا بنشوف ايدك وهي بتجهز يا رب عملك وبتبني كنيستك أيها رب إلهنا، لأنه مكتوب يا ابن الله الحي يا رب سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. باسم رب يسوع المسيح بشكرك من أجل عملك، بشكرك من أجل بناء كنيستك، بنشكرك يا رب من أجل النفوس يا ابن الله الحي. يا رب ادي هذا المكان يا رب، ادي يا رب أن يثمر ويكون يا رب مثمر، ويكون منارة عالية يا رب، يكون نور في هذه المنطقة. وادي ابنك القس سامح يا رب أن يكون يا رب مثمرا يا رب زي يوسف في القديم. يا رب يوسف غصن شجرة مثمر امتدت أصوله على عين. يا رب بارك ابنك القس سامح يا رب، اعمل فيه مستخدما حياته لمجدك أيها رب إلهنا. يا رب تمم عملك، وأنا واثق لأنك بدأت فيه بعمل صالح قادر أن تكمل إلى يوم مجيئك يا ابن الله الحي. باسم رب يسوع المسيح بنشكرك، نطلب هذا في اسم المسيح، وبنشكرك لأنك بتسمع وبتستجيب، ولك كل الكرامة وكل المجد. آمين. خلينا ناخد ترنيمة مع أخونا الأخ سليمان.
أشواق للبركة جوانا تشبعنا رضا وتفيض فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيض من حواليك، وبروحك تثمر في حياتنا، وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة، نضعف وأكثر تدينا، أغمر بالبركة بأيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، أراضينا أغمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى. عايزينك تيجي بسلطانك، تأمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية ومين من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، واظهر في سلوكنا وغيرنا، أمور بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، أراضينا أمور بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك. أيوة عايزينك تملك في حياتنا، وبقوة روحك عيش فينا، تسكن في القلب وتملانا، من غير ولا ركن يكون لينا، املك قلب وعلمنا، نديلك راحتك في كياننا، نور أذهاننا وفهمنا، وتعامل مع بطء إيماننا، أمر بالبركة بأيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى. ممكن تقولوها لوحديكم، أمر نكرس بكلامك بجسارة، نزرع والمجد يكون لاسمك، وبقوة روحك بحرارة، نحصد ونفوس تعرف، قوينا فنعمل أعمالك، تدينا كمان أعظم منها، وحياتنا توافق أفكارك، وإيماننا يزيد ونكملها، أمور بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، أراضينا أمور بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا. أمين. قلبي قوي الأخ إسحاق نجيب من قناة السمير الصالح، خلينا كده نديله الفرصة ونديله ودنا
ان ربنا يديله كلمه عند افتتاح الفم. قناة السمير الصالح بتهنئ مجمع النعمة الرسولية، وتهنئ جناب القسيس سامح. وبصراحة أنا النهاردة الصبح بس لسه كاتب على الفيسبوك بعض الوعاظ تسمعهم من على المنبر بس، لكن ما تتعاملش معاهم خالص. في الحقيقة منذ أن تعرفت على هذا الشخص الجميل ويزداد إعجابي به يوما عن يوم، بجد بجد بأمانة أمام الله وأنا على منبر الرب، شخص تقي بمعنى الكلمة، خدوم بمعنى الكلمة. لو اتصلت بيه الساعة 3 الفجر يقول لك أنا جاهز، بجد مش مجاملة، لا، نوعية نادرة جميلة حلوة مشرفة للرب، بجد يا جماعة. أنا بقى يعني أنا ضيف، لكن الفترة الطويلة دي يعني بعتبر نفسي من الكنيسة ومنكم. منذ بدأنا خدمة التصوير والإذاعة لقناة السمير الصالح، والقسيس سامح خير مدعم، وبصراحة بيبعتنا لأماكن أشكر الرب لأجلها وأشهد عنها. كل الأماكن اللي بعتناها أماكن مشرفة، وكل الشخصيات اللي عرفنا بيها شخصيات مشرفة بجد. يعني بصراحة ما بعتناش لمكان وطلع كده نص ونص. من الأمثلة الجميلة الحلوة جناب القسيس حلمي، جناب القسيس عماد، جناب القسيس جابر، أشكر الرب لأجله، أشكر الرب لأجل المجمع. ده عمل روح الله في القيادة المستنيرة الحكيمة. الرب يبارككم ويحافظ عليكم. زي ما كنت بقول قناة السمير الصالح قناة مميزة، أعضاء وعاملين ومصورين ومخرجين وبس وكل حاجة، كتلة من الجمال. بشكرهم من قلبي على دعمهم الروحي ليا، بشكرهم انهم بيصلوا من اجلنا، بشكرهم من اجل زيارتهم، بشكرهم انهم ما بيقصروش معانا في اي وقت. خلينا ناخد صلاة مع المدام شيري. يا رب أنا بشكرك وبعظمك يا رب. أنا بطلب منك يا رب في هذا اليوم إن الكنيسة دي تكون كنيسة يا رب، تكون ثمرة للكل يا رب. اسند القسيس سامح، وكل الأيام اللي جاية يا رب افرزوا الخدام اللي يكون على قلبك يا رب من فضلك يا رب. يكون معايا في كل خطوة، وكل يا رب ندخل الكنيسة يا رب ما يكونش جاي علشان هدف تاني، يكون هدفك أنت يا رب، ويطلع يا رب يكون شبعان ورويان يا رب منك. يا ريت كلنا نصلي يا رب، تكون معايا في كل خطوة يا رب، واسند يا رب من فضلك. ابطل يا رب كل خطة إبليس يا رب عليه في اسم يسوع. كل حرب يا رب على الكنيسة أنت يا رب جاي تشيلها يا رب من فضلك. اجعل يا رب يكون بركة للكل في اسم يسوع المسيح، امين. أشكر ربنا من أجل شيري، من أجل تعضيدها ليا، أشكر ربنا من أجل صلاتها. صلي باسم يسوع ربنا يكافئها. سعيد قوي طبعا يكون أخويا وحبيبي والغالي عليا يكون موجود ويصلي ويباركنا بالصلاة الختامية، ثم جناب القسيس أيمن بقيادة عمل الرب صلاة تدشينية للمكان. اتفضل. مبسوط اكون في وسطكم النهارده. ببارك لاخويا القسيس سامح، ببارك لجناب الاسقف رئيس المجمع، ببارك لاعضاء اللجنه التنفيذيه على الامتداد والاتساع، وبصلي من كل قلبي اتساع لكل ارض مصر للمجمع وكل الاخوه الافاضل خدام الرب المباركين. خلينا نغمض عينينا ونصلي، خلينا نبارك المكان. لو فضلكم ناخد بس دقايق بسيطة من الهدوء من فضلك. لو جنبك طفل سكته دقيقة واحدة. ارفع قلبك وارفعي قلبك معايا وقول يا رب بارك المكان ده، ليكن عينيك مفتوحتين على هذا البيت يا رب، ليملأ مجدك هذا البيت. تعالى يا رب سحاب المجد، حتى لو كانوا يا رب
ما نقدرش نقف ونخدم من حضورك ومن مجدك، حتى لو هنعاق يا رب بسبب الحضور المتميز الإلهي، لكن يا رب هنكون ممتنين جدا لوجودك يا رب. من فضلك لتكن يا رب يديك عاملتين في هذا الموضع، قدسوا يا رب، خصصوا لشخصك، اعمل فيه وبيه. من فضلك افرز يا رب هذا المكان وهذا الموضع لخدمتك، تكون خدمة وحضور إلهي متميز خاص يا رب. بصلي من كل قلب، استخدم يا رب أولادك، استخدم يا رب شعبك، اطلق يا رب من المكان ده اطلاقة جديدة يا رب، نور جديد يخرج للمنطقة وللمكان ده باسم يسوع المسيح يا رب. بصلي لأجل دمك الكريم يكون على عتب والقائمين، يكون يا رب شهادة حية لشخصك يا رب، بيشهد عنك، بيشهد عن وجودك يا رب، كما قالت كلمتك آيات تتبع المؤمنين يا رب. لتكن آيات في هذا الموضع يا رب، كن عاملا معهم في هذا الموضع يا رب، ليكن على اسمك إلى الأبد يا رب. من فضلك اعلن ذاتك في هذا المكان يا رب، بنقدسه بنخصصه لشخصك يا رب. بنصلي لأجل إكرام اسمك هنا، لأجل وجودك هنا، لأجل شهادتك هنا، لأجل حضور حي هنا، لأجل آيات ومعجزات وآيات تتبع المؤمنين هنا، من أجل قوات يا رب، من أجل آيات تتبعنا، آيات تصنع في هذا الموضع يا رب، لأجل دمك الكريم. تعالى يا رب النهاردة يا رب. بشكرك لأجل اليوم، بشكرك لأجل كل فقراته، بشكرك لأجل راعي المكان والكنيسة يا رب. من فضلك احفظ حياته، احفظ شريكة حياته، احفظ يا رب كل ما يمتد إليه يديه يكون ناجحا، اعمل فيه وبيه، باسم ابنك يسوع المسيح نصلي. ولك يا أبانا كل أكرم وحمد. نقف مع بعض، نختم مع بعض كلنا. يا سيدنا الرب، نحن نسلمك هذا المكان وهذا النذر ليكون مقدسا في اسمك كل الأيام، وأن يكون هذا المكان يا رب بركة وخير ورحمة لكل من يدخله، وأن يكون أيضا خير لبلدنا مصر يا رب بكل شعبه، لأنه يا رب هكذا دعوتك أن نكون سلام 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 لكل الداخلين فيه والخارجين منه. نصلي في اسم يسوع أن تقيد كل أرواح شر، كل أرواح ضد عمل الخير. نصلي بركة يا رب لكل صلاة ترفع في هذا المكان، تقبل منك وتسمع منك. نصلي أن تحفظه في ملء القداسة، كل من يدخله بقدم رجليه يدخله في مخافة اسمك، وكل من يخرج منه يخرج معافى برسالة بناء لبيته والحياته والبلده والمكان اللي موجود فيه. شاكرينك يا رب لأجل عطاياك وإحساناتك، لا نستطيع أن نقول إلا منك أخذنا ومن يدك أعطيناك يا رب. ليكن هذا المكان بكل عطاياه المقدمة فيه والمأخوذة منه والداخل فيه والخارج منه للخير وللبركة، وأن يكون شبع لكل سائل يا سيدنا الرب، وأن يكون بيت شبع لكل محتاج، وأن يكون بيت خير وبركة. نباركك يا سامع الصلاة، لأنه لهذا أقمنا هذا المكان، لترفع منه صلوات وعبادات ولتقبل منك، ونحن نسألك لطفا وليس أمرا، فالعبد لا يأمر إلهه. نعلن خضوعنا لك يا قدير، واسمعنا ونحن ندعو قائلين بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معانا وتدوم في حياتنا إلى أبد الدهور. ننصرف بسلام. آمين.